السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جميع الناس في كل مكان، اهلا بيكم في فيديو جديد. بيقول لك عبد الشافي رجع من الاعتزال وفتوح مش عايز يجدد مع الزمالك وبيماطل، وبيقول لك الزمالك بيعمل كوبري جديد للمخيف محمد شريف من السعوديه، وبيقول لك برضو شيكابالا هيروح بيراميدز. هنتكلم دلوقتي عن كل المواضيع دي. هنبدا بس اول موضوع بموضوع عودة محمد عبد الشافي. هنتكلم أول موضوع عن عودة محمد عبد الشافي من قرار الاعتزال. خلاص رسميا الزمالك أعلن أيد محمد عبد الشافي في قائمة الموسم الجاي اللي هو بعد الاتحاد الكرة. في اللي بيقول لك في لعبة غريبة حصلت بعد عودة محمد عبد الشافي. يقول لك إيه؟ يقول لك إن الزمالك بقاله أسبوع كابتن أمير قاعد مع فتوح بيحاول يتفاوض معاه، لقى ان فتوح بيماطل معاه، مش عايز يمضي بسرعه. فبيقول لك امير حس ان فتوح عايز يمشي، واحنا عارفين فتوح عايز يمشي وهيروح اليونان. بعد كده من اليونان سبحان الله هيتصاب او المدرب مش هيقتنع بيه سبحان الله وهيرجع الاهلي، وهنتفاجئ بقى ونقعد نقول ايه؟ لا ده فتوح ابن النادي، فتوح من ناشئين النادي، فتوح بيبوس الشعار كل شويه. وهنتفاجئ لما يحصل، هنتفاجئ. في برضه حكايه تانية، يعني في حكايه برضه بعد عوده عبد الشافي ان الزمالك بيرجع المعارين وبيرجع عبد الشافي من الاعتزال، وبيقول لك الزمالك مش عارف يفك ازمه شيكابالا ولا عارف يفك ازمه اتشيمبونج. ده تقريبا ده كله داير في سكه ايه؟ ان الزمالك مش هيجيب صفقات. تفسير واحد بس، الزمالك حتى الزمالك مش عارف يجيب لعيبه لدرجه ان هو بيرجع ناس معتزله تلعب. ده بيبين لك قد ايه ان عندنا سياده المستشار، مستشار قانوني واصغر المؤلف قانون الكلام دون، مش عارف يجيب فلوس وطالع يسرح بالجماهير يقول لك ايه؟ احنا ماضينا مع 4 صفقات. ماضينا مع 4 صفقات ازاي وانت بنفسك بتقول احنا بنحاول نجمع غرامه شيكابالا؟ اهو اديني عقلك وفهمني ازاي. اذا كان انت مش عارف تفتح القيد هتجيب 4 صفقات؟ نتكلم بالعقل يا جماعه. وبرده نفس الحوار ده ياخدنا لحوار محمد شريف. محمد شريف بيقول لك ايه؟ راح فريق الخليج السعودي والزمالك بيعمل كوبري شريف من الخليج السعودي، وفي نفس الوقت الزمالك مش عارف يفك قيد شيكابالا. الزمالك خالد الغندور طلع امبارح قال لك اعتبروا المعارين هي الصفقات الجديده، وفي الاخر هنعمل كوبري محمد شريف. يا جماعه اذا كان احنا مش عارفين نجدد لفتوح هنجيب محمد شريف؟ وبعدين يعني ده لو حصل، وانا اتوقع انه ما يحصلش، مش تبقى صفقه بوم. لا انت عايز تعلم على الاهلي زي ما هو علم عليك مرتين، هات لي مثلا واحد زي ديانج، هات لي واحد زي عبد المنعم، هات لي واحد زي معلول، هات لي واحد مثلا زي بيرسي تاو. لكن انت هتجيب لي محمد شريف اللي الكوره مش محترف بيه زي والاهلاويه كارهينه اصلا؟ يعني الاهلاويه بيقول لك يا عم امشي، انت راح تجيب اللعيبه اللي الاهلي بيرميها؟ وهو ده ملخص الحوار. مفيش حاجه اسمها الزمالك يعمل كباري. الزمالك اصلا مش عارف يجدد لعيبته، اللعيبه بتعتذر بيرجعها، وفتوح مش عايز يجدد، وفي كوبري بيتعمل. انا حاسس ان من كتر الكباري اللي اتعملت في نادي الزمالك بقى اي لعيب بيمشي من الاهلي كوبري جاي لنا اهو هيطلع من السعوديه علينا. يا عم ما تقولوا كلام عدل يا جدعان، قولوا كلام عدل. مستغرب من الناس اللي بتصدق الحوار ده، مستغربهم. يعني فريقك مش عارف يفك القيد هيجيب محمد شريف، فريقك مش عارف يجدد لفتوح فبيرجع عبد الشافي عشان يعمل ضغط على فتوح. نشغل مخنا شويه بس وهنعرف كل حاجه. هنتكلم بقى عن اخر حاجه، حقيقه مفاوضات شيكابالا مع بيراميدز. وهل بيراميدز حقيقي محتاج اصلا شيكابالا؟ هنتكلم بالعقل وكل حاجه. بيراميدز محتاج اجنحه عشان يجيب شيكابالا؟ يعني بيراميدز عنده رمضان صبحي وابراهيم عادل وخلاص بن شرقي جه وعنده اسلام عيسى وعنده مصطفى فتحي وعنده الناس دي كلها، وهتجيب شيكابالا يعمل بيه؟ يعني بالعقل هو فريق باين ان هو بيبني لعيبه صغيره في السن. يعني كل اللعيبه اللي جايبها مش معديه 26 سنه، هبوظ كل الفئه عشان شيكابالا؟ نفكر شويه والله يا جدعان هنلاقي كل حاجه ماشيه. وبعدين شيكابالا اصلا خلاص اتصالح مع الاداره، واكبر دليل ان امبارح على قناه الزمالك الناس كلها اللي كانت بتشتم شيكابالا تقول له انت مين؟ انت تعمل نفسك اسطوره. سبحان الله طلعوا امبارح شيكابالا ابن النادي، شيكابالا مستشار مرتضى منصور بيحبه بيعامله زي ابنه، هو الوحيد اللي بيدافع عنه، هو الوحيد اللي بيدعمه، هو اللي رجعه بعد ما بطل كوره، هو مش عارف اللي عمل ايه وسوى ايه. وخالد الغندور طلع امبارح قالها يا جماعه شيكابالا خلاص رسميا شيكابالا مستشار قرر ان هو يأيده في القايمه اللي بعد الاتحاد الكوره، اللي احنا فرحانين ان احنا ايدنا اللعيبه. يعني احنا الزمالك وصل بينا لمرحله ان احنا بنفرح ان احنا ايه؟ بنأيد الفرقه في اتحاد الكوره. ده بقى انجاز بالنسبه لنا. خلاص يا جماعه ملخص حوار شيكابالا ده كله فنكوش طالع، ده كله حوارات بس بوم طخ عشان ايه؟ يقول لك ايه؟ في ازمات في نادي الزمالك اكتر ما هو في ازمات. يعني مش عارف الناس بتطلع اشاعات على فريق ما عندوش مكان لاشاعه ثانيه جديد. بس ايه؟ ننهي حوار شيكابالا. شيكابالا امبارح اصلا اتأيد في فرقه نادي الزمالك الموسم الجاي، وعبد الشافي اتأيد برضه بعد الاعتزال عشان احنا مش عارفين نجيب صفقات، فبنحاول نلم اي لعيب يلعب معانا بس. وموضوع محمد شريف كذبه الكوبري اللي الزمالك بيعمله اصلا الزمالك مش عارف يحل مشاكله عشان يعمل كباري وانفاق والكلام الكذب دوت. وبرده يا جماعه فتوح لحد دلوقتي
حاطط شرط للاداره نادي الزمالك عشان يجدد، وهو ادوني ال 8 مليون بتوع الموسم اللي فات علشان ابدا اتفاوض معاكم واجدد على الموسم الجديد. بس كده يا جماعه، في الاول وفي الاخر ده راي شخصي لاي حد، يقدر مني كنت مفتوحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.